بيتنا هذا المتواضع تقريبا عمره 95 سنة، والبيت لحد الآن احنا محتفظين فيه، ونفتح البيت تقريبا أيام الاثنين والخميس من الساعة 6 تقريبا إلى الساعة 10 ونص إلى 11. زوارنا بيكونون أهل الفريج والأهل والأصدقاء وكل محب لهذا البيت. يعني أنت أي بيت تدش تشوف فيه جذور، تتوقع أصل البيت أهل كرم ودي. أفطار صائم على مدار الستينات والسبعينات والخمسينات إلى كورونا، مفتوح الميلس حق أفطار صائم. هذا البيت يمكن احنا نقول عنه جديد، عمره 95 سنة. في بيت ثاني اللي هو مال جد الوالد الله يرحمه، عمره تقريبا وصل إلى 140 سنة إلى 145 سنة. بيت قديم موجود فيه، احنا حافظنا عليه. سبحان الله جات فرصة بعد من السياحة انه هو يختارون بيتنا من ضمن البيوت يعني حق العرض، والحمد لله شيء ويشكرون عليها بعد ما قصروا. فدي فرصة انه يطلع بيتنا الوحيد يمكن في الملتقى وهوى المنامة الوحيد البيت. فما ظل الا هذا البيت في هالمنطقة، والفكرة فيها ان الزوار يشوفون البيت القديم يعني على اي شاكلة. على سبيل المثال يعني في جماعة من خارج البحرين، طبعا من السعودية والإمارات والعمان، ياو شافوا البيت يعني ارتاحوا فيها. بالنسبة لي هني البحرين مثلا الأفراد الشباب والشابات يعني ما سكنوا في هذا النوع من البيوت، يبون يشوفون شلون طالع فيها. في جماعة من اللي عاشوا في مثل هذه البيوت، ياو حتى هو يقول لك والله ينا ورجعتنا على السنوات اللي احنا كنا نعيش في هالنوع، مثلا على الأسقف الحجر، على البيبان، لأن هنا البيبان يعني كل حجرة لا يقل عن 4 ولا 5 بيبان. هذه كان الطابع الأول يعني في البناء القديم. والدرايش نفس الشيء، لازم تكون عدد كبير. الشيء اللي ملفت ان مثلا المجلس هو اللي يكون فقط الدرايش على السكة، داخل البيت ما في إلا باب حق عملية الخدمات. فهذه نوع من اللي يعني جماعة يجون يستفسرون فيها بالنسبة شنو الميزة في هالبيت. الميزة هو الحوش، الميزة فيها نوعية الخشب. أما أنه هو بيت بتعدل مرة ثانية وتبنيه على شكل أنه هو السابق، هذه الروح التقليدية فيها تنتهي، ما لها مزية مثل ما يقولون. كانت الوالدة الله يرحمها هي اللي تقوم في عملية تطويب الأعشاب، ومعروفة بين الجميع في عملية تطبيب الأطفال، خصوصا باللوز واللي احنا نسميه القريه. البيت ما عمره يعني الصك مفتوح من الصبح إلى الليل. مثلا المسلسلات الرمضانية البحرينية تم إقامتها هنا. الساحة أو الحوش كان يقيمون مع المسرح ويقومون في عملية التمثيل، والجمهور يقعدون في البرندة من فوق في السطح أو فوق الحجر اللي تابعة حق البيت. صاحب البيت كان هو تاجر وله عدد كبير من القوارب اللي نقول احنا البوانيش أو الجوالبيت، في نقل المسافرين والبضائع من البحرين إلى دول الخليج، وهو اللي قام في عملية تحوير. أول كانت القوارب أو السفن شراعية ما فيها مكاين، حصل على محرك الديزل بعد ما دخلت الكهرباء في البحرين في أوائل الثلاثينات. جاب الجير بوكس ودخل على المحرك كإنجن وشغله على أساس أنه هو يحرك الجالبوت أو السفينة من البحرين إلى خارج البحرين. ولسرعته في ذاك الوقت يعني بين القوارب الأخرى اعتمدوها على أساس أنه لنقل البريد البريطاني من البحرين إلى بوشهر، وكان يسمى الصاروخ، ولكن هو اسميته الرسمية كانو، لأن تيمم باسم يوسف كانون اللي هو صاحب المولد الكهرباء اللي حوره الوالد في عملية تشغيل هذا الباروز. والقارب موجود يعني في الصورة موجودة في الدهلز، عليه العلمين، العلم البريطاني والعلم البحرية البريطانية، حتى يكون نوع من السكيورتي في عرض البحر. أنا سعيد طبعا بوجودي في المجلس،
بس ذي الميلس وبقية الميالس الموجودة في فريج الفاضل ما يقل مكانه وتجمع حق الشخصيات الموجودة في فريج الفاضل لمناقشة المواضيع الاجتماعية والسياسية وكل ما يخص البلد من تجارة وغير تجارة. التركيز عليه بيكون أفضل، ويجب على ظهوره إعلاميا أزيد، إعطاءه حقه أكثر من ما موجود. فريج الفاضل يحمل صبغة قليل من الفنجان ما يتميزون فيها، قليل من الفنجان، واللي هو البنيان يعيش ما بينكم، الهندي يعيش ما بينكم، العجمي يعيش ما بينهم، الباكستاني يعيش ما بينهم، خليط. فتحس ان ذي الفريج كل واحد بيته مفتوحه للطرف الثاني، حتى لو كانت ديانته تختلف عن الديانات الاخرى.